انا والله خايف الولا ايمال يبقى زيه زي الواد الوسيم بويان كيركيتش. ده تصريح قاله الغزال الاسمر تيري هنري، وان الاتنين لعيبه دول اتحطوا تحت ضغوطات انهم بيتقارنوا بالاسطوره ليونيل ميسي على اختلاف اجيالهم طبعا. بس يا ترى مين بويان كيركيتش وايه هي قصته؟ في يوم من الأيام اتولد شاب عنده شغف كبير بكرة القدم، وكان اسمه بويان كيركيتش. الحلم بتاعه بدأ لما انضم لأكاديمية برشلونة الشهيرة سنة 1999. من وهو صغير كان بويان واضح إنه موهوب في المراوغة والتسديد، وكان بيسجل الأهداف كأنه بيرسم لوحات فنية على أرض الملعب. الطريق ما كانش سهل خالص. بوين مر بمراحل كتير في أكاديمية لاماسيا، من فرق البراعم والناشئين لحد ما وصل لفريق الشباب. قدر بسرعة يثبت جدارته وسجل أكتر من 850 هدف مع فريق الشباب في النادي. في سن صغير انتقل بوين للمنافسات الكبرى وشارك مع المنتخب الأسباني في بطولتي كأس العالم للناشئين 2006-2007، وسجل اسمه كواحد من أبرز هداف البطولات دي في المرتين. بطولة كأس أوروبا للناشئين سنة 2006 كانت نقطة فارقة. بويان أبهر الجميع لما سجل هاتريك رائع في ماتش مهم وقاد المنتخب للفوز في باقي المباريات، رغم ان الفريق خرج من نص النهائي قدام التشيك. في بطولة كأس العالم للناشئين 2007 المنتخب الأسباني واجه تحديات صعبة في مجموعته اللي ضمت فرق قوية زي فرنسا وألمانيا وأوكرانيا. وبرغم صعوبة المواجهات بويان سجل هدفه الأول مع المنتخب في ماتش أوكرانيا، وبهدفه الخيالي في اللحظات الأخيرة من نص النهائي. وفي الوقت اللي كان بويان بيتألق فيه مع منتخب الناشئين، برشلونة برضه ما كانتش بعيدة عن باله. في موسم 2006-2007 بويان شارك لأول مرة مع الفريق الأول، وكان يعتبر واحد من الأسرار اللي لسه ما اكتشفناهاش، لأنه كان بيلعب مع الفرق المختلفة للنادي في نفس الوقت. بعد ما لعب في مباريات في الدوري ودوري الأبطال حقق رقم قياسي لما بقى أصغر لاعب يمثل برشلونة في دوري الأبطال وقتها، وكمان سجل هدف وبقى أصغر لاعب يسجل للنادي. الكل اتأكد إنه موهبة مش عادية، بل واحد من أبرز المواهب اللي كانت توصف بأنه ميسي الجديد. على مدار المواسم قدرات بويان التهديفية كانت بتتطور وسط توجيهات مدربين كبار، وفي موسم 2007-2008 ظهر كواحد من أفضل المهاجمين في برشلونة وسجل 10 أهداف في 14 مباراة أساسية، وده كسبه ثقة المدربين والإعلام. ورغم إنه في موسم 2009-2010 فرصه قلت شوية بسبب وجود لاعبين زي بيدرو رودريجيز، إلا إنه فضل يحافظ على قدرته على إحداث الفارق في اللحظات الحاسمة. وفي صيف 2011 بويان خاض مغامرة جديدة لما انتقل لروما الإيطالي بمبلغ 12 مليون يورو، وبعد كده جرب حظه مع الميلان على سبيل الإعارة. مسيرته ما وقفتش هنا، قابل تحديات جديدة في 3 قارات، من إعارته لستوك سيتي اللي قضى فيها 5 سنين مليانة مواجهات وفرص كبيرة، لحد مغامراته في أوروبا قبل ما يوصل لكندا ويلعب مع مونتريال تحت قيادة الأسطورة تيري هنري. رغم إن لقب ميسي الجديد كان بيلاحقه في بداياته، بوين كيركيتش أثبت إنه عنده طريقه الخاص، طريق مليان بالتحديات والإنجازات المتنوعة، من الفوز بألقاب الدوري الأسباني وكأس الملك ودوري الأبطال لنجاحاته مع المنتخب الأسباني في بطولات الناشئين. ولما جت الفرصة للانتقال لليابان وقع عقد لمدة 18 شهر مع نادي فيسل كوبي، وهناك رجع يقابل زملاء القدامى من برشلونة زي انيستا وسامبر وغيرهم، وبدأ فصل جديد في مسيرته. بوين بيقول وقت اعتزاله الفرصة دي بتمثل تحدي كبير ليه على المستوى الشخصي والمهني، وأنا متحمس أتعرف على الثقافة اليابانية وأسجل أهداف مع زملائي. ومع كل فصل جديد في رحلته بيبقى السؤال مطروح، هل بوين هيضيف قارة جديدة لإنجازاته على المستوى الشخصي والمهني؟ لكن قصة بوين كيركيتش هتفضل دايما دليل على رحلة شاب موهوب بيحاول يحقق أحلامه رغم كل الصعاب.